قبل ما نبدأ يا ريت نصلي على النبي ونشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. فيلمنا بيبدأ مع كيت وهي بتصحى من النوم وملامح الحزن باينة عليها جدا لأن بنتها مش جنبها ومش عارفة عنها أي حاجة، وكيت عايشة لوحدها في مزرعة كبيرة بتهتم فيها بالأحصنة وبتراعيهم كل يوم بنفسها، وبتقعد تسمع تسجيلات صوتية قديمة كانت مسجلاها مع بنتها وبيبان عليها قد إيه هي مفتقداها. وبعد شوية بيجي راندي الراجل المسؤول عن صيانة المزرعة وبيقول لها إن سقف البيت محتاج تصليح والتكلفة هتبقى حوالي 9000 دولار، وده بيكون مبلغ كبير جدا بالنسبة لها ومش عارفة تجيب الفلوس منين. ساعتها بتقرر تروح لبيت طليقها، ولما بتوصل بتفتح لها مراته الجديدة وبتستقبلها كويس، وبيكون ريتشارد طليقها شغال محامي وبيبقى ناجح جدا وكمان مشهور في شغله. ولما مراته بتعرف ان كيت جايه بتقوله ان كيت عايزه تقابله، وفعلا كيت بتدخل وبتبدا تكلمه عن موضوع تصليح السقف وبتطلب منه يساعدها ويدفع المبلغ، لكنه بيرفض لانه شايف ان المزرعه ما بقتش بتدخل فلوس زي زمان، وخصوصا بعد ما كيت بطلت تعلم الاطفال ركوب الخيل. وكيت بتعترض لانها لسه ما فاقتش من صدمه فقدان بنتها ولسه مش عارفه عنها اي حاجه، وفي الاخر ريتشارد بيوافق يديها المبلغ اللي محتاجاه. وبعد كده كيت بتساله عن كلير وده بيضايقه جدا لان علاقته ببنته بقت سيئه وما بقتش بتكلمه غير لما تحتاج منه فلوس، وكمان بيقول انها تعبانه ولازم يهتموا بيها. وكيت بتمشي من عنده وهي متوتره وحاسه ان حياتها بتنهار وبتحاول تنسى اللي حصل، فبترجع تكمل شغلها في المزرعه. واثناء ما كانت بتشتغل بتسمع صوت الكلب وبتحس ان في حد في البيت، ولما بتروح تشوف بتتفاجئ انها كلير بنتها وبتكون لابسه هدوم مبهدله جدا. بس كيت بتفرح انها اخيرا رجعت وبتسالها عن حياتها، فكلير بتحكي ان تليفونها اتكسر لما حبيبها راين رماه وعلشان كده ما عرفتش ترد على اتصالات والدتها، وبتطلب تليفون كيت علشان تدخل على حسابها وتشوف الرسائل اللي فاتتها. وكيت بتلومها انها ما عرفتش تحافظ على تليفونها، لكن كلير بتوريها الرسائل راين اللي باين عليه انه زعلان جدا علشان كلير انتقمت منه ورمت هدومه في الشارع. وكلير بتطلب من والدتها تشتري لها تليفون جديد، وكيت بتوافق بس بتقول لها لازم الاول يعدوا على الاسطبل وبعدها يشتروا التليفون. وبيقضوا شويه وقت مع بعض وبتبان قد ايه كيت بتحب بنتها مهما حصل، وكلير بتفضل تحكي عن ذكرياتهم حلوة. لكن فجأة بيسمعوا صوت بره وكلير بتخرج تشوف مين وبتلاقي راين قدامها وبيزعق وبيسأل عن مكان الهدوم، وكلير بتلاحظ انه متبهدل وعليه آثار ضرب، وبيقولها ان كان في مخدرات في الهدوم اللي هي رمتها وانه دلوقتي في ورطه كبيره وانه لو ما رجعش الحاجه لتاجر المخدرات جاك هيقتله. ولما بتعرف انه قال لجاك على مكانها بتتضايق جدا وبتضطر انها تمشي معاه بسرعه قبل ما كيت تفهم حاجه. وبالليل كيت بتسمع صوت تاني ولما بتشوف بتلاقي كلير في الحمام شكلها واخده جرعه زياده، فبتساعدها تدخل اوضتها وبتغير لها هدومها. وتاني يوم بيقرروا يروحوا البحر علشان يغيروا جو، وهناك كيت بتعرض على بنتها انها ترجع الجامعه وتكمل تعليمها، لكن كلير بترفض وده بيضايق كيت جدا. وكلير بتحاول تهديها وبتقرب منها وبتفهمها انها مش قادره تعيش الحياه اللي هي عايزاها ليها. ولما بيرجعوا من الشط بتتفاجئ كلير ان جاك واقف قدامها وبيسألها عن مكان المخدرات، وكلير بتقول انها ما تعرفش مكانهم. وبتشوف ان راين واقف لكنه مش بيحاول يدافع عنها وبتحاول تقنعه يسيبها، لكن جاك بيهجم عليها وبيضربها هي وراين وبيحاول يعتدي على كلير. وكيت بتسمع الزعيق فبتجري عليهم وبتبعده عن بنتها، وجاك بيقول ان كلير مديوناله وانه لازم ياخد حاجته قبل ما يمشي، لكن كيت بتهدده انها تبلغ الشرطه فبيسيبهم وبيمشي. وكيت بعدها بتواجه كلير وبتلومها على انها مخبيه عنها حاجات خطيره جدا وبتعرضهم للخطر، وكلير بتحاول تشرح وتدافع عن نفسها لكن كيت مش بتستحمل الكلام فبتمشي تقعد شويه لوحدها. وهناك بتشوف اسره طبيعيه وبنتهم عايشه معاهم فبتحس بوجع في قلبها لان بنتها مش كده. ولما بترجع البيت بتتفاجئ ان كلير واقفه مع راين تاني وده بيزود قلقها، وبتبدأ تفقد الثقة في كلام بنتها وبتدخل وراها وبتطلب منها فلوس، لكن كيت بترفض تديها. وكلير بتتعصب جامد وبتدخل في حالة هستيرية وبتزعق وبتصرخ فيها وده بيخوف كيت منها، فبتدخل على اوضتها وبتقفل على نفسها وخايفه بنتها تاذيها. وكلير من بره بتقول انها هتاخد الكلب وهتقتله، وفعلا بتطلب من راين يخطف الكلب، فكيت بتتوتر اكتر وبتنزل بسرعه عشان تحميه. ساعتها كلير بتتهجم عليها وبتضربها وبتزعق لها وبتفضل تهين فيها فترة، لكن راين بيمسكها وبيبعدها وبياخدها ويمشوا من البيت. وبعد 9 شهور كيت بتصحى من النوم وهي حاسة انها مرهقة ومش قادرة تقوم من السرير، فبتكمل نوم شوية لكن فجأة بتسمع صوت عربية تحت البيت وبتنزل تشوف مين، وبتتفاجئ انها صديقتها اوليفر وبتفرح جدا انها زارتها
وبيقعدوا يتكلموا سوا، وكيت باين عليها التعب والإرهاق، فبتعرض عليها أوليفر إنها تساعدها في شغل المزرعة النهاردة وتقعد معاها اليوم كله. وفعلا كيت بتوافق وبيبتدوا يساعدوا بعض في شغل اليوم، وبالليل بيشربوا مع بعض وبيحاولوا يرقصوا ويضحكوا، وأوليفر بتحاول تنسيها اللي مرت بيه. ولما كيت بتتعب أوليفر بتاخدها أوضتها وتنيمها، وتاني يوم كيت بتصحى وبتكتشف إن أوليفر مشيت وسابت لها رسالة، فبتكمل يومها عادي في المزرعة وبتسمع تسجيلات صوت قديمة لبنتها كلير، وبتكمل الحصص التدريبية بتاعتها كأنها بتحاول تتماسك بأي حاجة. لكن بالليل المفاجأة الكبيرة لما بتفتح الباب وبتلاقي كلير واقفة قدامها وهدومها متغطية بالدم، وبتتوتر كيت وبتسألها ايه اللي حصل، فبتقولها انها كانت مع راين واتخانقوا، ولما حاولت تبعده عنها زقته ووقع على دماغه ومات. وكيت بتخاف وبتتوتر وبتطلع تشوف العربية وبتلاقي جثته محطوطة في كيس، وبتسأل كلير إذا كان في شهود شافوهم في الطريق، وبتاخد منها موبايل راين وبتقرر تنقذ بنتها من السجن، فبتطلب منها تفضل في البيت، وبتحط جثة راين في قارب صغير وبتاخده معاها في العربية وبتتحرك بيها المسافة طويلة. وفي السكة بتتخلص من تليفون راين، ولما بتوصل للبحيرة بتنزل بالقارب وبترمي الجثة في المية وبتتأكد انها غرقت تحت. ولما بترجع البيت بتنظف العربية كويس من آثار الدم وبتتخلص من هدومها وهدوم بنتها، وبتطمن كلير ان كل حاجة تحت السيطرة. وبعدها بيفضلوا سوا وبتتفق معاها تقول ايه لو الشرطة سألتها، وكلير بتسألها عن مكان الجثة. ولما بتعرف انها في البحيرة بتقلق جدا ان حد يلاقيها. وبالليل كلير بتنهار وبتقول انها مرعوبة من جاك لانه بيهددها وبيقول لها انها لازم تدفع ثمن المخدرات اللي ضاعت والا هيقتلها. ولما كيت بتسألها المبلغ كام بتقول لها انهم 10,000 دولار، فكيت بتقرر تستغنى عن الفلوس اللي هتصلح بيها البيت. وتاني يوم جاك بيوصل وبتديله الفلوس، لكن قبل ما يمشي كيت بتهدده انها تبلغ الشرطة لو قرب من بنتها تاني. ولما بترجع البيت كلير بتشكرها على اللي عملته وبتقولها انها انقذتها. لكن الصدمة بتيجي تاني يوم لما بتصحى كيت بتلاقي كلير اختفت ومش عارفة راحت فين، وبتفضل مختفية فترة طويلة. وكيت بتفتكر ان كلير استخدمت موبايلها قبل كده، فبتنزل تتتبع موقعها وبتروح على حي فقير في المدينة، وهناك بتشوف البيت اللي عايشة فيه. وبتتفاجئ اكتر لما بتشوف شخص طالع من البيت وبيطلع انه راين، وبتتصدم انه لسه عايش. فراين بيرجع بسرعة وبيشد كلير علشان يهربوا لانهم عارفين ان كيت فهمت لعبتهم، وبتحاول كيت تمنعهم يهربوا، لكن راين بيزقها بعيد عن العربية وبيهربوا سوا. ولما بترجع كيت للبيت بتفتح موبايلها وبتشوف رسائلها مع راين، وبتفهم ان بنتها استغلتها وخدعتها علشان تتخلص من جثة شخص غريب، وكمان دفعت ديونهم. وكيت بتتملك نفسها وبتقرر تمسح كل الرسايل. وتاني يوم بتنزل للبحيرة وبتاخد معاها القارب وبتحاول تدور على الجثة، وبتقعد تدور وقت طويل لكن مفيش اي اثر، وبتحبط جدا لحد ما شرطي بيعدي وبيلاحظ انها بتتصرف بغرابة. ولما بيسألها بتقول انها ضيعت الخاتم بتاعها، فبيصدقها وبيسيبها ويمشي. ولما بترجع البيت بتتصل بأوليفر وبتحكي لها على كل اللي حصل، فبتجيلها أوليفر تاني يوم وبتطلب منها تيجي تقعد معاها شوية. وفعلا بيروحوا هناك وبتستقبلهم صاحبة أوليفر وبيقضوا شوية وقت هادي، وبتحاول كيت تهدي أعصابها. ولما بتسأل أوليفر عن جاريسون والمزرعة بتاعته، فبتقولها إنه اتحبس بعد ما حرق المزرعة لأن طلع إنه ولع فيها متعمد علشان ياخد فلوس التأمين. لكن الشرطة بتكتشف وكيت بتتأثر بالكلام وبتزعل عليه جدا. لكن المفاجأة الكبيرة بتحصل لما بتطلع كيت أوضتها وبتتفاجئ إن جاك واقف قدام بيتها وبيهددها إنه عارف كل حاجة وإنها هي اللي خبت الجثة. وتاني يوم كيت بترجع للبيت وبتستناه، ولما بيوصل بيقولها إنه عايز فلوس وإلا هيبلغ الشرطة بكل حاجة. وكيت بترفض اللي بيقوله، فبيهجم عليها وبيديها جرعة مخدر تخليها مش في وعيها، وبتحاول تقاوم لكن بتفقد الوعي وقت طويل جدا. ولما بتفوق بيقول لها جاك انه خد مفاتيح البيت كلها وانها مش هتعرف تخرج ولا تتحرك منه. وكيت بتاخد جاك على أوضة فاضية في البيت يقعد فيها لحد ما تقدر تجهز له الفلوس اللي محتاجها، وبيطلب منها كمان انها تلغي الحصص التدريبية مؤقتا علشان محدش يلاحظ انه موجود عندها. وهي بتستغل انه مشغول وبيتفرج على الماتش، وبتاخد موبايلها بسرعة وبتكتشف ان كلير بعتلها رسائل كتير وبتعتذر فيها عن كل اللي عملته، وبتقولها ان الشخص اللي مات اسمه جريج. وكيت بتبدأ تدور على جريج على النت وبتشوف صوره. وتاني يوم بتكلم أوليفر علشان تعرف منها بالظبط ايه اللي حصل في موضوع مزرعة جاريسون علشان في بالها خطة معينة. وأوليفر بتحكي لها كل التفاصيل. وفعلا كيت بتنزل تجيب بيانات التأمين وبتروح تكلم جاك وبتقول انهم لو
يولعوا في المزرعة هيقبضوا 100,000 دولار من التأمين. في الأول جاك بيكون متردد علشان لو الشرطة اكتشفت إن الحريق مقصود هيتسجنوا، لكن كيت بتطمنه إنها هتعرف تقنعهم إن اللي حصل كان حادث، وبيقتنع بكلامها. وفجأة بيطلب منها كمان انهم يقتلوا الحصنة علشان قيمة التأمين تزيد اكتر، وده بيصدمها. وفي نفس الوقت بتوصل ايما واحدة من المتدربين عند كيت، وبيمنعها جيك انها تقابلها، وبيخرج هو يتكلم معاها، لكن ايما بتشك فيه وبتقوله انها مش محتاجة مساعدته، وبتاخد الاكل للحصان بتاعها وبتسيبه وتمشي. وكيت بتبدا تنفذ خطتها، وبتطلب من راندي يجيب لها كميه كبيره من القش، وبتقيس حرارته وبتلاقيها عاليه جدا، فبتفهم ان ده الوقت المناسب. وجاك بيكون بيراقبها، ولما بتقوله انها تنفذ الخطه بالليل بيبقى مستني اللحظه المناسبه. وقبل ما تولع في المزرعه كيت بتروح تودع الخيول وبتحضنهم لانها عارفه انها تعرضهم للخطر. وجاك بيرجع وبيكون جاب لها المواد اللي هتستخدمها في الحريق، وبيتابعها لحد ما بتولع فعلا في المكان. وبعد ما بيتأكد انها خلصت بيمشي من غير ما يقول حاجة، وبتوصل الشرطة بسرعة وبتطفي الحريق. وبيبدأ المحقق بول التحقيق مع كيت، وبيسألها لو عندها فكرة ان الحريق مقصود ولا لا، وبيوريها الأداة اللي تولع بيها. وكيت بتمثل انها مش عارفة حاجة، وبتقول ان في عامل عندها اسمه جاك وكان هو اللي موجود وقت الحادث، وانها كانت نايمة وقت الحريق. والمحقق بيفاجئها انهم لقوا جثة كمان في المزرعة، وبياخد كيت على الاسم وبيقول لها انهم قبضوا على جاك، لكنه بينكر انه يعرفها اصلا. وكيت بتقول انها اتعرفت عليه عن طريق بنتها وكان جاي يدور على شغل، والمحقق بيطلب منها دليل انه كان فعلا موجود، فبتقوله ان ايما كانت هناك ممكن تشهد. والمحقق بعد كده بيواجه جاك وبيقول انهم لقوا كريج مقتول في المزرعة، وكمان في ادلة بتثبت انه كان عايش فيها. وجاك بيحاول ينكر، بس المحقق بيوريله كشف حسابه البنكي في تحويل بمبلغ كبير بيدل انه كان موظف هناك فعلا. فجاك بيتلخبط وبيحاول يفسر، لكن في الوقت ده بنكتشف ان كيت واوليفر كانوا خططوا من البداية يتخلصوا من جاك، وفعلا بيروحوا مع بعض للبحيرة. وبتنزل كيت تدور على المكان اللي شكت فيه ان الجثة كانت مرمية فيه، وفعلا بتلاقيها وبتطلعها. ووقت الحريق كيت بتسيب أداة الحريق اللي استخدمها جاك ومع جثة جريك في المزرعة بمساعدة أوليفر، وكمان بيساعدوا الخيول على الهروب قبل ما يموتوا. والمحقق بعد ما بيسمع رواية جاك بيبقى متأكد انه بيكذب، وبيقولوا ان في دليل تاني بيثبت انه اشترى أدوات الحريق بنفسه. وجاك وقتها بينهار وبيتجنن، والمحققين بيهجموا عليه وبيقبضوا عليه رسميا. وكيت واوليفر بيخرجوا من المأزق ده سالمين وبيتخلصوا من جاك للأبد. وبعد كده كيت بترجع للمزرعة وبتبدأ تستخدم فلوس التأمين علشان تجدد كل حاجة حتى سقف البيت. وفي وسط كل ده بتجيلها رسالة من كلير بتعتذر فيها عن اللي عملته، لكن كيت مش بتهتم بالرسالة. وتاني يوم بتصحى كيت وهي متفائلة جدا، وبتعيش يومها بشكل طبيعي وسط المتدربين اللي بيرجعوا يتعلموا منها. وبالليل بتسمع صوت على الباب، ولما بتفتح بتتفاجئ انها كلير واقفة قدامها ومنهارة من العياط وراجعة تعتذر لها. ولهنا بيخلص فيلمنا. ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لنا شير للفيديو ده علشان يشوفوا اصحابك، وتعمل لايك وكومنت. وبس كده، اشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.